نبدأ ونقول بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صباح الفل، صباح الهنا، صباحكم معطر بذكر الله، صباح النشاط والحيوية والطاقة الإيجابية. عاملين إيه يا حبايبي؟ وحشتوني جدا، بحبكم في الله. مبدئيا كده يومنا على السطح النهاردة كله بقى نشاط وطاقة إيجابية وحماس. بصوا ما أقولكمش. بس طبعا قبل ما ابدا واقول اي حاجه وقبل ما نبدا الفيديو ده، انا كان بجد كان هيخرب بيتي بسبب الاوضه دي، بسبب السطح بالذات عامه يعني كله. الحمد لله عدت على خير، ولحقت الموقف كده في اوله وما اتطورش ولا يعني ايه ما اتطورش عن كده. فادعوا لي ربنا يعيننا ويعينكم جميعا يا رب على مسؤولياتنا وعلى حياتنا. آه طبعا زي ما انتم شايفين كده حبيت اوريكم البوكسه اللي انا عملتها. طبعا انا كنت قايله لكم قبل كده ان انا عندي الفيران مبهدله الدنيا يا بنات، وانتوا كتير منكم قال لي اعمليها حديد، واعملي لك بوكسه مثلا اعمليها حديد ووديها عند اللي هو بتاع الحديد ده يعملها لي وكده. بس انا جات لي فكره تانية يعني بدل البوكسه وكده. اللي هي الخبيشه زي ما انتم شايفينها كده. طبعا انا بنيتها بالطوب، اتبنت بالطوب زي ما انتم شايفينه كده، الطوب واقف يعني بنيتها على الطوب واقف كده. وعملت السقف بتاعها من فوق بسلك، والسلك ده عاملاه كده بحديد زي ما انتم شفتوا، ومخرم. يعني انا عاملاه بسلك فتحات، ما رضيتش ان انا مثلا اعملها اسقفها بخشب ولا اسقفها من فوق بصاج ولا بحاجه، عشان طبعا الحر، لان انا عندي يا بنات الجو على السطح كده حر نار، ما اقولكمش على درجه الحراره فيه. لان الشمس طبعا زي ما انتم شايفين كده المكان الشمس فيه 24 ساعه. اللهم صل على النبي. وطبعا عملت بردك الباب بتاع البخشه دي حديد وسلك كده. طبعا انا عاملاها زي ما قلت لكم كلها من فوق بسلك والباب بسلك عشان درجه الحراره معايا. حلوه قوي ما شاء الله. ابو محمد الله يبارك له حبكها لي وظبطها كده. ما شاء الله، يعني مش هيعرف بقى يخش فيها ولا فار ولا اي حاجه ان شاء الله، يعني ربنا يبعدهم عنها يا رب. وعملها لي كده بقفل وعملها لي بمسك، بس هنا اتعورت شايفين. جميله قوي ما شاء الله، محبكه وحلوه. وزي ما قلت لكم شايفين بقى ما شاء الله كبيره مش صغيره. الطوب هنا في فتحات كده، الاخرام اللي هي في الطوب دي بتدخل هوا بردك لو الجو فاتح ولا كده. آه، شايفينها هنا ما شاء الله حلوه قوي. وطلعت البط بتاعي فيها، البط اللي انا كنت مصوراه معاكم اللي هو كان في البوكسه اصلا، اللي كنت بقى اطلعه في البوكسه اللي هي الخشب دي بالنهار الصبح، وبالليل انزله احطه في كرتونه كده واحطه في الاوضه اللي هي تحت دي. طبعا ساعه ما عملت بقى البخشه وقفلتها كده وظبطتها، بقيت بحطه فيها وبيبات وكله فيها، يعني ما عدتش اللي انا بنزله تحت تاني. وطبعا مش بفرش لهم يا بنات اي حاجه في الارضيه عشان الجو حر جدا، فانا سايباهم منهم للصبه كده للارضيه ساقعه بتطلع رطوبه شويه، فبتديهم يعني بتدي طراوه كده للمكان. ما رضيتش احط نشاره ولا تبن ولا قش ولا اي حاجه، سبتها زي ما هي كده عشان ايه تطر معاهم المكان. وهنا كان مات نصهم الحمد لله. فانا شايفين انا حتى بشرب البطه ازاي. ادت لهم، جبت لهم بقى دواء ادويه، يعني حطت لهم منها على الميه سنتي من دي وسنتي من دي، دواء حلو يعني، كان عندهم تقريبا سخونيه وبيكشوا كده ويموتوا. فانا حطت لهم الدواء. ودي البوكسه ما شاء الله واسعه وحلوه قوي وبيجروا فيها ومبسوطين بيها. شايفين هي دي شكلها من فوق كده، التقفيله بتاعتها بحديد، يعني التقفيله كده الحرف بتاعها كله حديد والباقي سلك. وجينا حاطين عليها اسمنت برمل كده، واتحبكت جميله قوي ما شاء الله. شايفين هنا الفراخ طالعين في الشموس على السطح التاني الناحيه التانيه. انا سايباهم عادي بقى، يعني مادام مش بيطيروا خلاص. بس هنا كان طار مني فرخ ما لقيتهوش. على العموم الحمد لله، ربنا يبارك لي في الباقي يا رب. زي ما انتم شفتوا كده بقى، دي الاوضه اللي انا قلت لكم ان انا كان هيخرب بيتي بسببها. شايفين بقى منظر الاوضه دي عامل ازاي؟ منظرها الله المستعان بجد يعني. بصوا منظرها ما يسرش عدل، هي كانت عايزه حيل وصحه كده يعني ايه للترويقات دي كلها. وطبعا بردك هنا الاوضه بتاعت الفراخ بردك كانت عايزه تتروق، وده كله ان شاء الله هنعمله مع بعض. هننضفه مع بعض دلوقتي وهنروق الدنيا دي كلها. بس طبعا بقى عايزاكم ايه تحطوا لي بقى الايه اللايك الحلو كده بيشجعني قوي يا بنات.
وكومنتاتكم الجميله اللي بتديني الطاقه الايجابيه. شايفين بقى المنظر الجميل ده؟ حبيت اوريه لكم كده على السريع. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. طبعا بقى ابو محمد وهو بيعمل البوكسه اللي هي الحبيشه بتاعت البط دي، شاف منظر الاوضه، قام قايل لي ايه الاوضه دي وايه المنظر ده، سايباها عامله ليه كده؟ قلت له غصب عني، معلش الفتره اللي فاتت دي كان عندي شويه ضغوطات كده والدنيا مقلوبه ورا بعضها، يعني هي القلب لما بتيجي كلها كده ايه ورا بعضها. فقلت له معلش غصب عني والله، يعني انتوا عارفين ان انا مش كده اصلا، ده انا كنت يوميا بكنس وبنضف. بصراحة هي كانت يعني جابت اخرها، كانت خلاص كان فيها كنسة اليوم كتير، كانت محتاجة ان هي تتنضف ضروري، يعني ما كانش ينفع ان انا اسيبها اكتر من كده اصلا. وطبعا برضك يا بنات الاهمال مش حلو، اي حاجة ما بنسيبها او إن مثلا نكسل عنها او نقول بكرة بعده مش عارف ايه، ما فيش وقت النهاردة. ايا كانت بقى الحاجة اللي عندك، مثلا دولاب، حاجة عندك في الشقة، اي حاجة لما بتسيبيها مثلا مكركبة كده على بعضها، تسيبيها مثلا تقولي مثلا بكره هعملها مش عارف ايه وتكسلي عنها، هي بتزيد على اللي فيها، يعني مش اللي هي مثلا ايه بتنضف لوحدها او بتتروق لوحدها، لا، بتزيد يعني بتزيد على اللي هي فيه. فالكسل بجد مش حلو. ولما بنسيب الحاجة على بعضها مثلا من غير تنظيف ومن غير ترويق بتزيد والله بجد. يعني ايه، انا من النوعيه اللي بجد مش بحب اركن خالص، مش بحب اركن الحاجه على بعضها، اول باول كده بنظف وبروق اي حاجه تيجي عندي. يعني مثلا شايفه زي ما قلت لكم كده الطيور، كنت دايما يوميا بكنس لهم عشان يبقى سهل بالنسبه لي، ما ياخدش مني مجهود ولا ياخد مني تعب ولا ياخد وقت مني خالص. وكذلك مثلا لو عندي حاجه في الشقه، اوضه، عند الاوض دايما، وانتوا دايما بتشوفوا في روتيناتي دايما بروق الاوض على طول، بطلع سجادها وبمسح وبنظف وبروق، والدولبه كذلك، مثلا اوضه عيالي اللي هي دايما على طول مكركبه. اي مكان عندك في الشقه، اي حاجه محتاجه ان هي تتنظف وشفتيها ان هي مثلا محتاجه ان هي تتنظف، على طول اعمليها، ما تستنيش عليها ان هي مثلا ايه توصل لمرحله انك لما تيجي تنظفيها وتروقيها تاخد منك مجهود وتعب ووقت طويل. انا بجد في اليوم ده تعبت جدا وخد مني مجهود. وطبعا في الحر اللي انا فيه ده، الجو كان حر نار، مع التصوير بقى، مع ان انا نازله وطالعه بكنس كده، شايفين الكنسه عماله بكنس واشيل واطلع، فكل حاجه خدت مني وقت وخدت مني مجهود، تختلف بقى تماما عن ما اكون بكنس كل يوم. تمام، يعني لما بكون بكنس كل يوم مش بتاخد مني وقت خالص ومش بتاخد مني مجهود، يعني الوقت اللي بتاخده ما يجيش حاجه في الوقت اللي انا خدته في كنيس في اليوم ده وتنظيف وترويق. فانا يعني انا غصب عني، كانت الفتره اللي فاتت دي كانت غصب عني. ليه بقى؟ لان جت عمليه محمد، ومحمد طبعا كان عامل العمليه في رجليه الاتنين، ما كانش بيعرف يقوم لوحده ولا يقوم ولا يتحرك ولا يجي ولا يروح مش عارف ايه. وبعدها يا دوبك محمد خف كده، وجه عبوده برضك عمل العمليه فجاه، اللي هي عمليه الزايده، جه برضك فجاه كده، لقيناه تعب، وزي ما انا كنت قايله لكم وجي برضك خد فتره مني. وطبعا معايا بقى بنتي ومعايا بيتي ومعايا قناتي، فالحاجات دي كلها بتاخد مني وقت. فانا يعني اللي خلاني يعني ايه اسهى عنها مثلا، او ان انا ما اكنسهاش او اروقها وانضفها، ان انا كنت مضغوطه الفتره اللي فاتت دي. فالحمد لله، يعني ايه الحمد لله عدت على خير الفتره دي كلها الحمد لله. بس طبعا ما ينفعش ان انا اكرر الموضوع ده تاني، بس والله زي ما قلت لكم ان انا كان غصب عني خالص. وطبعا بقى في مشاغل تانية في حياتنا كتير، يعني مش القناة بس ومش العيال بس ومش عارف ايه. والفترة دي كمان بقى دلوقتي المذاكرة بدأت والدروس، يعني والله الضغطة يا بنات ضغطة ما اقولكمش. وعندي كمان عبد الرحمن كان في سنة تالتة، الله اكبر الله اعظم، اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله. ثواني بس على ما العصر يخلص اذان. وزي ما قلت لكم يا بنات، عندي عبد الرحمن في سنة تالتة، دخل السنة دي يعني ان شاء الله سنة رابعة، عاوز اللي قاعد معاه، وعاوز بقى مذاكرة، وعاوز يعني بصوا عاوز اهتمام، يعني اهتمام ما اقولكمش بجد، والله المنهج صعب جدا جدا.
مناهج الله المستعان بجد، الله يعينهم الله يعينهم بجد. انا بقعد مع ابني مش عارفه حاجه خالص والله. انا تقريبا الحاجات دي كلها كنا بناخدها في الثانويه والحاجات دي. فيعني الله المستعان ربنا يعينهم والله بجد. يا ابني يعني والله العظيم مناهج بيقول لي ايه ده يا ماما، إيه ده مش عارف ايه يا ماما، مش فاهم حاجه ومش عارف اصلا حاجات مناهج. انا الله المستعان بجد والله. والله الله يعين العيال ويعينهم على المناهج الصعبه دي. فزي ما قلت لكم بقى يعني والله ضغطه 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 يعني. فهعمل ايه بس يعني الحمد لله. بس طبعا ده مش سبب اللي يخليني اسيب حاجه او اهمل حاجه ببيتي. بس طبعا غصب عني زي ما قلنا عمليه عبوده دي اللي جت فجاه كده فخلتنا بقى ايه الدنيا اتلخبطت عندي. ربنا يعيننا جميعا يا رب على كل حاجه في حياتنا. طبعا يا بنات زي ما انتم شايفين كده خلصت كنيس بقى الاوضه. وبصوا بجد يعني فصلتني والله العظيم فصلتني. خلصتها وجيت برضك كنست الاوضه دي بتاعت الفراخ برضك كنستها كده وعلفتهم بقى وحطيت لهم العلف. طبعا الروتين ده روتين مساء يا بنات. يعني كنت بقى ايه خلاص العصر بادئه بقى حوالي الساعه 2 كده مخلصه بعد العصر. تمام. خلاص بقى خلصت. وهكنس برضك معاكم السلم ده كان بقى ما اقولكمش منظره كان عامل ازاي. وهنا الفراخ شايفينهم عدوا على السطح التاني في الناحية التانية كده. سبتهم مش مشكلة، قلت ايه مادام مش بيطيروا خلاص. انا مسكتهم اصلا قصقصت الريش بتاعهم اللي هي اللي جناحها عشان ما يطيروش، لان كان فيهم فرخ طار وما لقيتهوش. جيت بقى قلت بالمرة بما اني بكنس بقى اخش على السمان كده امسكه بردك اكنس له كنسة حلوة وانضفه كده بردك، لان ايه ما كنتش كنستله بقى لي فترة. انا هنا يا بنات مش بفرش حاجة للسمان، مش فرشاله حاجة ولا البط الصغير. يعني مش بحط له بقى ولا تبن ولا نشارة ولا حاجة، لان طبعا زي ما قلت لكم الجو حر قوي فطبيعي يعني ايه مش مستحملين، هم اصلا مش مستحملين الحر. هنا بقى برضك ما كنتش لسه علفتهم هعلفهم. هنا ما شاء الله السمان معايا كبر بقى حلو يعني. بس طبعا مش هذبحه دلوقتي لسه ايه قدامه فتره، يعني لسه قدامه فتره شويه. يعني الدكتور اللي انا جايبه منه السمان ده قال لي مش بتذبحيه غير لما بيبيض. يعني هو بيجيله بقى ايه كده تقريبا بعد ال40 يوم بيبيض. هو دلوقتي يعني بقى له 27 يوم، يعني هو عندي بقى له 27 يوم عمره دلوقتي. مش هذبحه الا لما يبيض. اما يبيض يبقى خلاص بقى هو استوى وتبداي بقى ان انا ايه اذبح منه. تربيته حلوه ما شاء الله، مش بياخد مجهود ولا حاجه ولا يعني ايه. واكله مش زي الفراخ، يعني اكله خفيف. يعني مهما ياكل مش بيبقى زي الفراخ البيضه والحاجات دي. يعني تكلفته في الاكل والتربيه وكده يا بنات مش بيكلف كتير. مش بيكلف كتير في الاكل، لان طبعا احنا عارفين ان العلف الايام دي غالي جدا، ويعني الاسعار الله المستعان. فهو مش بياكل كميات كتيره. يعني انا لحد دلوقتي نص شكارة علف بس، يعني نص شكارة علف. مش عارفه بقى يعني هيوصل معايا لغايه فين. لان طبعا دي اول تجربه ليا لتربيته. واحسن حاجه فيه بقى يا بنات بجد والله صوته. طبعا وانا قاعده بقى بكنس كده عمال بيعمل صوت زقزقه كده، صوت جميل قوي. يعني الصوت ده انا حبيته وبحب اسمعه، يعني بحب الصوت ده قوي. وكمان بقى الصوت ده مش بسمعه يا بنات كمان الا لما يكون جعان. يعني مثلا انا غبت عليه شويه في العلف تلاقوه بقى ايه عمال يزقزق كده ويعمل الصوت الجميل بتاعه. وكمان يا بنات في معلومة حابة أقولها لكم. أي طيور عندكم أو أي نوع طيور مثلا فراخ بط سمان أي كان نوع الطيور اللي عندكم كبير صغير ما نحطلهوش الأكل بتاعه أو العلف بتاعه كتير. يعني ما نحطوش يبقى قدامه الأكل كتير. ليه بقى؟ لان طبعا لما بنحط العلف قدامه، يعني لما نحط علف كتير قدامهم او نحط مثلا الاكل بتاعهم كتير كده قدامهم بيسيبوه يبوظ ومش بياكلوه. اما انتي تحطي مثلا شويه بشويه، يعني كل مثلا 5 ساعات تعملي علف لهم، ولما يجوعوا احسن. يعني انتي تسيبوهم يجوعوا وتقومي ايه علفاهم. تسيبوهم يجوعوا كده وبعدين تقومي ايه علفاهم كده بقى ياكلوا العلف اللي قدامهم كله او العلفه اللي انت عملتها لهم ياكلوها ويشبعوا وما يهدروش منها حاجه وتبوظ. لان طبعا لما بيبقى العلف كتير قدامهم بيهدروه
ويوقعوه على الارض كده وينكتوه ومش بياكلوه طبعا. بيقوموا بقى ايه ناكتينه، ولما بينكتوه بيدوسوا عليه وكده وبتهرس بقى في الارضيه، فمش هياكلوه تاني. فالافضل ان احنا ما نحطش علف كتير، تبقى العلف حاجات ايه بسيطه بس كده. اللهم الله المستعان، ربنا يعيننا جميعا يا رب. خلصت بقى كنيس كده يا بنات، كان تحتهم كنسه كتير برضك. طبعا بقى ايه السلاح بتاعي المفضل النهارده اللي هو ايه الفاس الصغيره دي. جيت بيها كده، هي ساعدتني بصراحه كتير قوي، يعني ساعدتني على الكنيس وكده، احسن من المقش، بتساعد كتير عن المقش. كانوا هنا بقى ميتين من الجوع، ما اقولكمش كانوا جعانين ازاي. حطت لهم بقى العلف، وبمجرد ما حطيته كده جم على الاكل على طول. شكلهم جميل قوي ما شاء الله. اليوم معانا طويل قوي يا بنات، بس طبعا كستات بيوت بقى عندنا طيور وفراخ وعيال ومش عارف ايه، كل حاجه بتاخد معانا وقت والله بجد. يعني انا الحاجه لما بكون مثلا بعيده عنها كده وتقولي مثلا مش هتاخد وقت ومش عارف ايه، لا كل حاجه بتاخد وقت. وزي ما قلت لكم الحاجه لما بنركنها بتاخد معانا وقت كتير، فلما بتكون اول باول كده بنشتغل الحاجه ونعملها وما نركنش اي شغلانه عندنا، تلاقيها ما بتاخدش وقت خالص، وقت بسيط وتلاقيكي مخلصه على طول. طبعا انا هنا خلصت زي ما انتم شايفين كده وروقت الدنيا، وجيت على طول على السلم معايا كده. قلت بقى ايه بالمره وانا كل تراب وكل بص، يعني انا كنت في اليوم ده رحت تراب كده. قلت بقى بالمره همسك بقى السلم معاكم اكنسه، لان كان عليه كميات تراب الله المستعان. بجد والله كان عليه كميات تراب يا بنات، انا مش عارفه ايه كميات التراب دي. انا لوحدي اللي كده ولا الناس كلها ولا ايه، مش عارفه. عندي تراب بصوا يعني مهما اوصفه لكم مش هيتوصف. وانا دايما بكنس على طول، يعني مش بسيب السلم خالص من غير كنيس، دايما بكنسه على طول، يمكن كل يومين 3 بكنسه. انا بقول يمكن عشان الجو عندي مفتوح شويه والمدخل عندي ما تقفلش لسه وكده. شايفين التراب يا بنات، تراب يعني ما اقولكمش والله بجد. الدور الارض ده على ما هو حلو ومريح، يعني مفيش سلالم بنطلع وننزل، على قد ما هو متعب قوي في الترويق وفي التنظيف من التراب بقى. شايفين كميات التراب مش عارفه بتيجي منين، يعني اقول لكم بتيجي منين ما اناش عارفه والله هي بتيجي منين التراب ده كله. يلا بقى ربنا يكرمنا كده، ادعولي وربنا ييسر لنا امورنا كده يا رب يا رب، ويكرمني كده بقى وابني لي شقه فوق في الدور الثالث فوق، تبقى بقى ايه شقتي بالبلكونات، ودي اهم حاجه. يعني نفسي كده يبقى لي شقه بالبلكونات كده، ولها بلكونات بقى ولها حاجات حلوه كده. ربنا يرزقنا يا رب بما نشتاق ونتمنى، ونعمل كل اللي نفسنا فيه ونحقق امانينا كلنا يا رب، ويرزق كل واحد باللي نفسه فيه يا رب، اللهم امين. طبعا بقى لما المدخل ده بالسلم بقى يتشطب بقى التشطيب اللي هو الاخير ده، بتختلف في الشكل بقى وفي النظافه والحاجات دي برضه اكيد، لان طبعا هنا المدخل مفتوح كله مش متقفل، لما يتقفل هتختلف في الترابه بقى والتنظيف والحاجات دي كلها. طبعا اللي ورايا اللي هناك ده حمام يا بنات، ان شاء الله احنا بنقفل المدخل ده هيتقفل معانا، ويعني هنشطب معانا الحمام ده حمام خارجي للضيوف، يعني ان شاء الله كده نبقى نعمله ايه بقى، جالنا حد في مناسبة عندنا في حاجات من دي، تبقى ايه حمام خارجي كده ملهوش دعوة بالشقة ولا ليه دعوة بالبيت. طبعا بقى كنسته كويس وجبت التراب اللي هناك ده كله، وجيت بقى ايه تنظيف على المدخل كده والكراسي. كان هنا ابو محمد كان جايب لنا ذره، بصراحه ما شويتوش، يعني هو كان جايبه قبلها بيوم والله ما شويته، يعني ما فضلتش ان انا اشويه اصلا، فسبته كده على الكراسي لم نمل، لقيت فيه نمل كتير، فقلت بقى مش مشكله، هبقى يعني ايه اشوفه لسه هينفع يتشوي ولا مش هينفع. فحطيته في كيس كده على مشويه. جيت بقى تنظيف بقى على الكراسي ونفضت بقى اي حاجه كانت فيهم، وجيت على طول كنيس في المدخل اللي مش بينضف خالص ده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.
درجة الحرارة في اليوم ده كانت حاجة صعبة قوي، يعني كانت حاجة الصاج عمال بينفخ نار، مش عارفة ايه دي. هرش مية دلوقتي برضك كده عشان تطر معايا الدنيا شوية. طلعت بقى ايه، خلصت كنيس المدخل كده، وهبدأ ان انا اكنس السلم من بره. وكان هنا المصرف اللي هو المصرف ده اللي بيبقى فيه مية، او المجرى بتاعة المية. كان فيها ميه من الاراضي وكده. كنت عايزه ارش بقى قدام البيت وارش بقى السلم والاماكن دي كلها، بس لقيت الجو نار نار كده، فمعرفتش. شايفين الميه شكلها حلو قوي. كنت عايزه امسك بقى جردل كده ولا حاجه، وابدا ان انا ارش بقى قدام البيت وعلى الطريق وكده، بس لقيت الجو حر قوي، فمعرفتش. قمت قايله مش مشكله، انا هجيب ميه من الحنفيه كده بالشفشق وارش. يعني اطار الدنيا معايا شويه. انا كنت عايزه اغرق المدخل ميه ورشرشه ميه ياما، بس انا عيالي ما شاء الله لما بيلاقوا ميه كتير كده بيقوموا ايه، يحبوا إيه يلعبوا بالميه. فانا قلت لا، خلينا ايه، بعيد. كفايه بقى رش ميه. طبعا كده يكون يومي خلص يا بنات. يا رب يكون يومي عجبكم. اسيبكم بقى في رعايه الله، مع السلامه.